ردة فعل غير متوقعة من عمرو أديب بعد مباراة مصر ونيوزيلندا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق الإعلامي عمرو أديب على فوز منتخب مصر اليوم على منتخب نيوزيلندا، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل فاجأ بها الجميع. قال عمرو أديب: حسام حسن النهاردة ربنا كرمه وعمل ماتش محترم وقدر بلاعيبته إن يكسب فريق نيوزيلندا، بس أنا شايف إن ده مش المستوى اللي الجماهير مستنياه من حسام حسن. احنا النهاردة صحيح كسبنا، ولكن معلش يعني انت كسبان بضربة جزاء، مش كسبان بنتيجة كبيرة زي ما البعض كان متوقع. اعتقد ان حسام حسن المعسكر اللي جاي للمنتخب هيتخلى عن لعيبة كتير من الموجودين. النهاردة الروح كانت موجودة، لكن الأداء الخططي والربط بين اللعيبة ما كانش موجود، وده عليه علامات استفهام بالجملة. بس احنا برضو مش عاوزين نستعجل، ووجود النجم محمد صلاح في الماتشات اللي جاية اعتقد انه هيفرق كتير مع منتخبنا، عكس كلام حسام وابراهيم اللي كانوا بيقولوه ان صلاح غيابه مش هيكون مؤثر على اداء اللعيبة، اللي بصراحة من غير صلاح تحس انهم مكسورين الجناح. عموما خلينا نستنى الماتشات اللي جاية، علشان اللي حصل النهاردة ده يعتبر هزار، اللي جاي هيبقى موضوع تاني خالص يا حسام انت وابراهيم. هذا ما قاله عمرو أديب عبر الإذاعة السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.